ديت اكيد انت شفتها قبل كده كتير جدا، اسمها موكا ويت. موكا ويت ده بقى ايه؟ بيتعمل بيها الاسبريسو، تمام؟ او خلينا نكون صراحه، هي امريكان كوفي اكتر، لان عامه الاسبريسو بتتعمل تحت ضغط 9 بار، تمام؟ وبيعصر البن، تمام؟ وينزل منه الاستخلاص بتاعه. اما الموكا بويت فبينزل معاه نسبه ميه كتيره، نسبه ميه كبيره، فبالتالي هي بتميل شويه للامريكان كوفي. الموكا بويت دي بنستخدمها ازاي بقى؟ الموكا بويت دي بتجيلك كده، بتجيلك كده، ده منفذ امان علشان لو الضغط زاد فيها ما تفرقعش. الموكا بويت بيتحل كده، بنطلع الستاند ده نفس اللي موجود في ماكينه الاسبريسو، نفس اللي تشتغل درجه من 3 ل 4، ممكن تشتغل في الدرجه ال5 عادي. وهنحط لها البن من هنا كده، وبنبدا بقى نستخدم لها الدمبل اللي هو الخارجي، ماشي؟ انا طبعا بجرب لكم، بس انا اكيد مش هشغلها يعني. تمام؟ نقفلها تاني وبنحطها على النار. نفترض ان دي البوتاجاز او دي السبرتايه او ايا كان انت هتستعملها على ايه، تمام؟ بيحصل غليان هنا وبيطلع الاسبريسو من هنا او الامريكان كوفي من هنا، تمام؟ بنفرغه. نفضل نستخدم الموكا بويت عامه في اللاتيه، في الميكاتو. الناس اللي بتحب تشرب الايس كوفي، الناس اللي بتحب تشرب الايس كوفي كتيست اسبريسو، مش عايز تعمله من نسكافيه الجولد او نسكافيه البلاك. الناس اللي بتحب المشروبات اللي هي بتيجي من بره زي الفرابتشينو بتاع ستاربكس والبراندات عامه، مش هيقدر يطلع نفس التيست غير باستخدام الاسبريسو. طبعا مكن الاسبريسو النهارده مثلا لو اتكلمنا عن ديونج او اي شركه ثانيه، تمام؟ فمكن الاسبريسو بيبتدي من 5 او 6 او 7000 جنيه، فده كان بديل كويس جدا حبيت اقترحه عليكم، تمام؟ تقدر طبعا تجيبه من عند بن فودا، او تقدر تجيبه من بيتك او من اي براند عامه، هتلاقي فيه موكا بوت. موكا بوت عامه بتعمل تيست كويس جدا، ممكن كمان تاخدها كقهوه صباحيه مثلا، تشرب قهوه الصبح كده، تمام؟ هتفوقك وما فيهاش رواسب والاضرار بتاعتها قليله جدا. واحلى معلومه ليكم بقى.